هل تخيلت في يوم من الأيام أنك تستيقظ ولكن ليس في سريرك؟ بدلا من ذلك تجد نفسك في أرض واسعة بلا نهاية، لا يوجد مبنى، لا جدران، لا مكان للاختباء. تنظر حولك وترى الملايين، لا بل المليارات من الناس، كلهم واقفون صامتون خائفون. لا أحد يتكلم، لا أحد يضحك، لا أحد يتحرك. هذا هو يوم القيامة. فوقك الشمس قريبة جدا، قريبة لدرجة أنك تشعر بحرارتها الحارقة. بعض الناس يصل العرق إلى ركبهم، وآخرون إلى رقابهم، وبعضهم غرقون تماما في عرقهم. فجأة صوت يهز كل الوجود. في هذا اليوم لا تستطيع نفس أن تساعد نفسا أخرى. كل القوة لله. الآن تعرض السجلات. كل عمل كبير أو صغير مكتوب. كل كلمة قلتها، كل نظرة، كل نية سرية لم يعرفها أحد غيرك. كل شيء موجود، لا شيء يفوت. تمسك كتابك في يديك. إذا سرت، إذا استلمته بيدك اليمنى ينفجر الفرح. تعالوا اقرأوا كتابي. ولكن إذا كان بيدك اليسرى يملأ الندم صوتك. يا ليتني لم أستلم كتابي. ثم ترى الجنة تفتح الأبواب لأهلها. في الداخل أشياء لم ترها عين قط، ولم تسمع بها أنت أذن قط، ولم يتخيلها عقل قط. ولكنك ترى النار أيضا، إنها تزأر، تغلي، وتنادي بغضب. عندما ترى الظالمين حتى من بعيد يسمعون غضبها ونفسها الرهيب. يا له من مشهد، يا له من يوم، لا يوجد يوم مثله. إذن هذا هو السؤال الحقيقي. هل أنت مستعد؟ هل استعددت لهذا اليوم؟ تذكر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.